كمان عاوزة أكلمكم عن العادة السرية مع الرجال أو الاستمناء أو الإمتاع النفس عند الرجال. اسم العادة السرية أنا ما بحبوش لأنه يعني له علاقة سلبية شوية أو وصف سلبي. فأنت لو أنت مش متجوز وما فيش فرصة أنك تمارس الجنس هتعمل إيه؟ ما أنت مضطر تعمل استمناء أو عادة سرية. هي الفكرة أنه جسمنا فيه عضلات وفي القضيب عضلات أيضا. العضلات دي لو ما استعملناهاش هتضمر، فانت لازم تمرن العضلات دي. فبيقولك الاستمناء نوع من تمرين عضلات القضيب على انها تشتغل كويس. الفكرة ان انت ما تعملهاش كتير وبعنف، يعني ما تضغطش جامد قوي وما تعملهاش بعنف لدرجة ممكن تحصل مشاكل في القضيب. كمان ما تعملهاش باستمرار طول اليوم لدرجة تدمنها ويعني تحصل لك بقى عطلة في دراستك وشغلك وكده وتركيزك. لا، تحاول تلاقي وقت معين بس مرة في اليوم مثلا انك تعملها، ما تعملهاش بعنف، وفي الحالة دي هتبقى مفيدة لعضلات القضيب. بتقلل عنك الضغط العصبي لما انت تبقى متنرفز. الاستمناء بيريحك وبيخليك تنام كويس، بيحسن مناعتك. بيقولوا انه بيقلل فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا، مع انهم يعني بيدعوا العكس ساعات، لكن الابحاث العلميه بتقول ان هو بيساعد على غسل المحتوى الجهاز التناسلي عند الرجل، وبالتالي سرطان البروستاتا وسرطان الخصيه كمان بيقل فرصه الاصابه بهم لما انت بتمارس الاستمناء، بالذات لو انت ما عندكش يعني فرصه انك تمارس الجنس. في حاجه منتشره كمان هي دوالي الخصيه، ولو انت بتمارس الجنس او تمارس الاستمناء بتقل فرصة الإصابة بالاحتقان في الخصية ده، فدوالي الخصية بتقل. يعني أنا أقترح إنه يكون ده نوع من حاجة علاجية. يعني إيه المشكلة اللي ممكن تحصل من الاستمناء؟ إن أنت تصاب بإصابة وأنت بتمارسه بعنف. يعني ممكن مثلا بيقولوا عليها بتكسر القضيب من كتر ما أنت بتضغط عليه جامد وبتشده جامد، ممكن تحصل إصابة فظيعة. فما تعملش بعنف، واستعمل حاجة مرطبة علشان تقلل الضغط والاحتكاك. يعني مثلا كريم مرطب أو جل صبار أو زيت جوز الهند. في فيديو منفصل هتكلم عن إدمان العادة السرية وعلاجه. هي في حد ذاتها مش مشكلة العادة السرية أو إمتاع النفس، المشكلة إنها لما تتحول الإدمان يعطل حياتك أو يسبب لك إصابة أو مشاكل مع مراتك. في الحالة دي أنت محتاج علاج، هقترحه عليكم في فيديو منفصل. تحياتي.